السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا احلى اخواتي؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهارده هكون معاكم على ريفيو لبعض منتجات ايفون. زي ما انتم شايفين معانا الجواند بتاع اليد، ومعانا الجورب او الشراب بتاع القدم اللي هي المرطبات. فهنشوفها ان شاء الله باذن الله مع بعضينا عملي، وهل فعلا نتيجتها تستحق ان احنا ندفع فلوس باهظة غالية جدا ان شاء الله باذن الله نستفاد بيها ولا لا. فمعاكم باذن الله هنشوف النتيجة وهنقول فعلا تستحق ولا لا. معانا القدم ومعانا اليد. تمام. فهنشوف مع بعضنا التعليمات وطريقة الاستخدام من ورا. احاول اوضحها لكم شوية، مش عارفة هي باينة معاكم ولا لا. فهنجرب باذن الله دلوقتي. بس انا بصراحة بحب جدا جدا الحاجات الطبيعية، وانا قبل كده عملت ريفيو عن البديكير، وقلت لا ما ينفعش ان احنا نبيع بديكير للقدم، لان ده بيشيل الطبقات بتاعة القدم. فدي حاجة ربنا ادهلنا عشان تحمي رجلينا من التشققات. فانت لما بتزيليها بتخففي وترققي جلدك، فبيعمل التشققات الرهيبة اللي انتوا بتشوفوها دي. وطبعا عدم شرب المية. فيلا بينا مع بعضينا. ونبدأ معاكم على بركة الله. هنقص دلوقتي ونطلع ونجرب اللي هي القدم. فاحاول بس اشيلها. بصوا يا جماعة، انا بتكلم الكلام دوت للناس اللي هي عامله زيي ونفس موقفي. انا طبعا موقفي لاهل غزة طبعا. ما اقدرش اتكلم فيها. بصوا شايفين ده الجورب، هو بيبقى شكله دوت. تمام. ودي لازقة عشان خاطر نكتم بها نضيق بها من فوق عشان يكتم معانا ويدينا نتيجة اسرع، لانه هيبقى حراري معانا. هي بتتفصل بسهولة اهي. فكل رجل هيبقى فيها واحد. طبعا داخلها جوه مادة عاملة زي الفازلين كده. فهي دي المادة اللي بيقولوا عليها اللي هي ممكن ترطب رجلينا. طبعا انا جايبه لكم رجليا دي على الطبيعة. انا بقالي شهور مش حاطه الطوبة على رجليا يا جماعة، فانا متضايقة جدا، لكن انا عايزة اشوف النتيجة فعلا بجد زي ما بيتكلموا ولا لأ. فهشوف دلوقتي مع بعضينا. بسم الله. انا غسله رجليا يا جماعة قبليها. المرحلة اللي عملتها المرة اللي فاتت في الفيديو بتاعت اللي هي المية السخنة مع خل وشامبو او بلسم، وحطينا معاها شوية ملح كتار، ونقعناهم لمدة ساعة او اكتر، فحسب ما رجلك تستحمل المية. بصوا انا بعيني لازقة، وهضيق معاكم الجرب من فوق عشان يدي معانا كتمة شوية ويساعد معانا على الحرارة. لما انا قعدتها يا جماعة ساعة غسلتها بالطوبة شوية، وبعد كده قلت هلبس الجرب معاكم على نضيف عشان نشوف النتيجة. تمام كده. انا ضيقتها خلاص وقفلتها، وهعمل التانية برضو نفس الطريقة. تمام كده. طبعا انا بتكلم، انا عايزة اقول للناس اللي هي زيي الحاجات دي انا مشتريها يا جماعة من اكتر من سنة. هي الحاجات دي بتبقى فترة الانتهاء بتاعها بتقعد لمدة سنتين تلاتة، بيبقى حسب ما مكتوب عليها. فهي موجودة معايا بقالها حوالي سنة سنة ونص. فانا دافعة فيها فلوس. فبصراحة انا كنت قلت استغلها بدل ما ارميها عشان مشيش ذنبها. فبما ان انا جبتها ودفعت فيها فلوس من زمان فلازم استغلها. لكن ما تحاوليش تشتريها، لان المنتجات دي طبعا مش مستحبة خالص لاهل غزة، للانصاف يعني. فدي كانت موجودة عندي. انا بتكلم للناس اللي هي ممكن تبقى عندها منتجات لايفون ومش عارفة تعمل بيها ايه بعد موضوع المقاطعة. فاستعمليها واستخدميها، وربنا يا رب يأجرك على نيتك. واكيد يعني ان شاء الله ربنا عالم بالنوايا. احنا كده هنسيبهم تلت ساعة، وهنلبس برضو الجواند بتاع اليد. بس انا كده خلاص انا ظبطت رجلي عادي، وهدخل معاكم دلوقتي الجواند في ايديا، وهنسيبهم معاكم من تلت ساعة لساعة بالكتير قوي. ده شكل الجواند يا جماعة. هفتحه معاكم اهو، بس اعدل الكاميرا اهو. برضو هنعمل نفس ما عملنا في الجواند بتاع القدم، الجورب بتاع القدم. كانوا برضو ماسكين في بعض وخرجناهم بسهولة. بصوا انا دخلت ايدي من جوه عشان اشوف ايه المادة اللي جوه دي اوريها لكم. عامله زي الفازلين كده بتلمع. وهشيل برضو اللزقة وهضيق واحاول اقفلها كويس، وايديا التانية نفس الطريقة.
وقبل ما البسهم يا جماعه انا كنت عملت برضو مرحله صنفره لايديا قبل ما البس الجوانت عشان اشوف النتيجه بما يرضي الله واقول لكم عليها، عشان برضو ما يبقاش في عواقب او في حاجه تعرقل النتيجه. فانا عملت صنفره، والصنفره دي عملتها قبل كده في الفيديو اللي فات، ان انا عملت سكر مع ملح او سكر مع ليمون او ملح مع ليمون، ولمدة دقيقتين بقيت بفرك ايديا، وبعد كده بغسلهم عادي وارجع اعمل نفس المرحله بتاعت الجواند دي والبسها في ايديا زي ما انتم شايفين كده قدامكم. بصوا خلاص انا كده جاهزه، هسيبهم بس لمده تلت ساعه وارجع لكم تاني. انا كده خلاص سبتهم اهو تلت ساعه ورجعت اهو، ايدي عرقت نعم. بس خلينا نكمل كده ونشوف مع بعض. انا كده هقفل الجواند لان هستعمله مره تانية وبعد كده هرميه، وممكن مرة تالتة، بس انا بصراحة حابة المرة التانية وخلاص. تمام كده، هشوف كده وادلك المادة الموجودة في ايديا دي، ده الزائد منها، فانا لازم ادلك ايدي بيها كويس جدا عشان خاطر ايدي تستفاد اكتر بالترطيب ونشوف النتيجة كويسة ولا لا. تمام، هي كأنها بتلزق كده بس مفيش مشكلة يعني، شغال نشوف كده. احاول ادلك اكتر، بس انا حاسة برضو ان مفيش جديد قوي يعني. انا فاكرين الماسك اللي قلتلكم عليه بالليمون والسكر، والله العظيم بجد شفت النعومة اللي في ايديا دي بعدها ما شفتهاش في الجواند دي دلوقتي، حقيقي بجد والله العظيم. الماسك ده مظلوم معانا، ماسك الصنفرة الطبيعي ده مظلوم معانا. بصوا القدم برضو عرقانة اهي، وبرضو بنفس المادة الزايدة دي هندلك رجليا جدا عشان خاطر تشرب الترطيب اللي هو موجود في المادة دي، ونشوف النتيجة كويسة ولا لا. تمام، هحاول ادلكها كويس جدا عشان تشربها، وبرضو ماشيين برضو زي ما الكتاب قال، احنا كده بنحاول نمشي زي ما الكتاب قال. تمام، فانا برضو نفس الزوايد دي وزعتها اهو، وهنسيبها برضو ونشوف النتيجة عاملة ايه. بس بصراحة انا مش حاسة بجديد، ومش حاسة بالترطيب العالي، ومش حاسة بالنتيجة اللي بيتكلموا عليها. حقيقي بجد موضوع فاشل لما تكون نتيجتها كده اول مرة، امال تاني مرة تبقى ايه؟ بس مفيش مشكلة برضو عادي، هنجرب تاني مرة وهقول لكم عليها ان شاء الله في ريفيو تاني، بس منتج غير منتجات ايفون. فباذن الله هقول لكم برضو النتيجة بتاعت تاني مرة دي حقيقي بجد اذا كان فعلا فيها انصاف ولا لا، للتأكيد. لكن ما تتخلوش عن الحاجات الطبيعية، خلوا عندكم صبر، ما تستعجلوش عن كل حاجة. الحاجات دي جميلة جدا، مفيدة لجسمنا ومفيدة لإيدينا، نتيجتها حلوة جدا، بس اصبري شوية عليها. الترطيب العالي بتاع ايدينا بيبقى بكريم بنسنول، زيت الزيتون، جوز الهند، بيبقى ترطيبهم عالي جدا، او الجليسلين. حقيقي النتيجة روعة، لكن ما انصحكوش بصراحة بالقرف ده، محدش يجيبه. ولكن اللي مشترياه زي كده ومركون عندها تستخدمه. انا كنت جايباه عشان خاطر برضو بصراحة اعمل معاكم ريفيو عنه، ولكن عشان طبعا اهلنا في غزة ربنا ينصفهم وينصرهم ويحقن دمائهم يا رب العالمين، فان شاء الله باذن الله هتلاقوا بدايل احلى بكتير، حتى لو منتجات تجميلية فهتلاقوا حاجات مصرية ان شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.